السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ سلسلة فيديوهات حلويات ومعجنات العيد. هنبدأ بقى بالمنين اللي بالعجوة الجميل ده، وهوريكم طريقتين للفه الاسهل ليكي استخدميها. طريقة جدا جميلة جدا 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 ومش مكلفة، من غير زبدة ولا لبن ولا اي حاجة. بكوباية مية بس هنعمل الجمال ده كله. الوصفة مجربة ومعروفة ومعتمداها من سنين سنين سنين. جربوها وهتدعولي. عايزة تحط سمسم على الوش، ممكن تدهين الوش بنهدة حليب وترش السمسم. انا السنة دي عملته سادة زي ما انتوا شايفين كده، بس بجد جميل جدا. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. هنشوف مكوناتنا مع الخطوات، بس اعملي لايك للفيديو وشارك الفيديو مع حبايبك واصحابك لتعم الفائدة على الجميع ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وبسرعة بسرعة 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 يلا نشوف الجمال. شايفين ناعمة ازاي؟ ناعمة وجميلة وهشة ومش مكلفة، اقتصادية جدا جدا جدا. جميلة بجد يا جماعة، هتعجبكم. يلا نسمي الله ونصلي على رسول وندخل على المقادير بتاعتنا والطريقة. اول حاجة انا هعمل في العجان، عندي كيلو دقيق منخول طبعا. الكيلو دقيق حوالي 8 كوبايات. بالمج بتاع الشاي هحط عليه 3 معالق حليب بودر. الحليب البودرة ده بيديله لون حلو في السوا وطعم جميل. معلقة كبيرة او معلقتين خميرة فورية، معلقتين خميرة فورية. وكمان هحط سمسم، معلقتين سمسم، ومعلقة سكر عادي، سكر خشن عادي. وهحط كمان معلقة شمر مطحون. الشمر انا بحمصه وبطحنه وبستخدمه. معلقة شمر مطحون. هشغل بقى الميكسر او العجان بتاعي عشان يخلط كل المكونات الجافة دي كويس مع بعض. ونسيت اقول لكم كمان ربع معلقة ملح، معلقة صغننة خالص اهي، ربع معلقة ملح. هشغل بقى العجان بتاعي علشان يخلط المكونات الجافة كلها مع بعض كويس جدا. كله في التعليقات يقول لي الطريقة دي عملتوها قبل كده وجربتوها قبل كده، ويا ترى لما جربتوها الطريقة طلعت معاكم كويسة؟ يا ريت تقولوا لي ايه كمان من حلويات العيد عايزيني انفذها معاكم، وتبعتوا لي في التعليقات ان شاء الله واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. انا كده خلطت كل المكونات الجافة كويس جدا. هرفع بقى الميكسر بتاعي وهنشوف هنضيف ايه تاني. اهو كده المكونات الجافة اختلطت كويس جدا جدا. هنا معايا كوباية زيت وكوباية سمن. شايفين اقتصاد ازاي؟ لا زبدة ولا اي حاجة، كوباية زيت وكوباية سمن. وسخنتهم بس مش مقدوحين، سخنة بس. وهنزل بيهم عشان لو مقدوحين هيبوظولي الخميرة بتاعتي لان حطاها مع المكونات الجافة. وهخلط بقى كويس، ابس الدقيق مع السمن والزيت كويس جدا. اهم خطوة دي يا حبايبي علشان يديكي نتيجة حلوة ويطلع ناعم وهش وحلو. لازم يكون مبسوس قوي. البس اللي احنا بنعمله بين كفوف ايدينا بس، العجان طبعا بيعمله احلى واسرع. زي ما انتوا شايفين كده. ونزلت بكوباية المية بتاعتي بالتدريج، كوباية مية بس نزلت بيها بالتدريج. وقلب وعجن حاجة بسيطة يا دوبك اختلطت مية مع الدقيق المبسوس. وكده العجينة جاهزة معايا. شايفين العجينة ما فيهاش عرق، عرق بسيط خالص لان دي نواعم مش قرص طريه، فلازم يبقى العرق خفيف. هغطيها واسيبها تخمر معايا لمده نص ساعه او ساعه على حسب حراره الجو. هجهز بقى على ما تخمر العجينه، هجهز العجوه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده ده قالب عجوه اهو. بسم الله ما شاء الله، طريه وحلوه جدا وصبحه وجميله ونظيفه كمان. هاتي عجوه تكون متاكده من نظافتها. هقطعها كده في البوله بتاعتي وهنزل عليها بمعلقتين سمنه بلدي بقى طبعا عشان تدي طعم حلو. وعليها معلقتين سمسم وشويه قرفه. وهعجنها كويس جدا بايديا لغايه ما تطرى معايا وتختلط كل المكونات مع بعض. كده العجوه معايا جاهزه اهي زي ما انتوا شايفين.
عايزه تسخنيها على النار ممكن، عايزه تحطها في الميكروويف ممكن، بس هي كده جميله جدا اهي وسهله التشكيل. هروح بقى للعجينه بتاعتي اشوفها زمانها خمرت كده. العجينه بتاعتي جاهزه اهي. هاخد قطعه كده وهبدأ افردها على شكل مستطيل كده بالنشابة بتاعتي كده اهو. النشابة الكبيرة هي اللي جت في ايدي، في واحدة اصغر من كده بس برضو شغالة. فردتها اهي بسمك تقريبا نص سنتي او اقل. ممكن بقى اجيب العجوة هفردها بنفس الطريقة على كيس واقلبها على العجينة، وممكن زي ما انتوا شايفين كده افردها كده. دي طريقة من طرق الحشو بتاعة العجوة. وهبرم وهقطع على اخر العجوة اهي، وهبرمها كده واقفل العجينة كويس جدا عشان ما تتفتحش مني في الفرن، وهبططها وهقطعها بالحجم المناسب اللي انا احبه. انا بحبها احجام كده صغيرة، مش عايزة حاجة كبيرة قوي اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ ارصها بقى في الصاج بتاعي او الصينية اللي هسوي فيها. الطريقة التانية اللي انا هحشي بيها، هجيب العجوة واعملها زي صابع كده، ابرمها كده واحطها من غير ما ابططها ومن غير ما افردها كده، وهروح برماها وبرضو هبطط وهقطع الحجم اللي انا عايزاه. هكمل كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة، سواء بالطريقة دي او بالطريقة دي. وهرص في الصواني بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده رصيتها، وهسيبها حوالي ربع ساعة تريح. وبعد كده هبدأ اسويها. هدخلها فرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تاخد معايا لون حلو من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين اهي. احلى لون لاحلى قراقيش بالعجوة او منين بالعجوة او كعب غزال زي ما تقولوا عليه، بأبسط طريقة وبطريقة اقتصادية جدا. يا ريت لو عجبك الطريقة تقولوا لي في التعليقات، وتشوفوا عايزين ايه انفذه لكم ان شاء الله. شايفين الجمال بقى والحلاوة بعد ما استوت؟ دي اللي انا مبططة فيها العجوة، طالعة كده زي السويس رول. العجوة لفة مع العجينة اهي شايفين، وناعمه وجميله جدا بصراحه، تحفه. جربوها باذن الله هتدعولي. وكل سنه وانتم طيبين. يهل علينا العيد يا رب بخير. رمضان طلع يجري، وان شاء الله هنكمل مع بعض سلسله مخبوزات العيد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناه اكله وفكره مع سميه، واستنوني في فيديو جديد باذن الله.